اسبوع جديد من الدوري الانجليزي وماتش ارسنال وفولهام وحاجه يعني تسد النفس على اخر اليوم. يعني بس الحمد لله يعني انا الصراحه مش فاهم، يعني الحنيكه وحشه، الحنيكه وحشه يا عم. ده انت يعني بتحب بيب جوارديولا قوي، يعني ايه ده؟ يعني توماس بارتي باك يمين ليه وانت عندك مدافع قاعد على البنش؟ كوار باك شمال ليه وانت عندك زيتشينكو قاعد على البنش؟ ربنا كرمك وكسبان 2-1 ومعاك تبديل، ما تنزل مدافع وانت معاك مدافع بفلوس كتير يا عم. ما تنزل وتوقف جابرييل يا عم. ليه مش عايز تلعب؟ ليه مصمم ان في حاجه غلط ما بين جابرييل وارتيتا؟ يعني في حاجه غلط. هل هو هيتباع؟ طب ما هو لو هيتباع انت ليه بتطلع كل اسبوع وتسوحنا وتقول ان هو هيلعب الاسبوع الجاي؟ ما هو ده غير طبيعي، يعني كده بجد في حاجه مش طبيعيه. ده ما بيلعبش ليه؟ يعني هل يا ترى مش جاهز؟ ايه يا ترى في جابرييل غلط يخليك تلاعب بارتي باك يمين وتلاعب كوار باك شمال؟ ده قلب دفاع. ليه بتعمل كده وانت معاك زينشينكو ومعاك جابرييل؟ يعني الماتش ابتدى بغلطه وباصه غير مفهومه من ساكا، بس كانت ممكن تتلحق. بس الجون بيجري بالعرض، يعني رامز ديل بيجري بالعرض. طب بتجري بالعرض ليه؟ ما ترجع كده، ارجع. الجون بيرجع بظهره وبيبص ايه اللي هيحصل، هتتسقط له، هتتلعب له في اليمين في الشمال ويحاول يجري عليها. اما الجون اللي بيجري بالعرض ويسيب الزاويه الضيقه اللي هي المفروض بتاعته مفتوحه، ما هو اكيد اللعيب هيشوط فيها. حنيكه غير مفهومه غير مبرره من ارتيتا الصراحه. موضوع تراوسرد، ان تراوسرد يلعب مهاجم 9 ساقط ويروح يمين ويروح شمال، انا عن نفسي مش شايفها ناجحه. تراوسرد هو مكانه مكان مارتينيلي، ولما كنت بتلعبه في الوديات مكان مارتينيلي زي مثلا ماتش برشلونه اللي كان ودي، يعني جاب اجوان وعمل حاجات كتير وشاط من بره. هافرتس، طب ايه بقى؟ يعني ايه دي؟ فلوس حرام يعني. هم مسلطينك من تشيلسي ان انت تيجي ارسنال عشان تعمل كده؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ فييرا النهارده نزل بجزمه، يعني جزمه فييرا باداء هافرتس كله في الماتش. الواد نزل 20 25 دقيقه، جاب بيلنتي وعمل اسيست وشاط كوره في اخر الماتش كانت ممكن تخلص الماتش. لينو عامل ماتش عمره. ايه يا عم في ايه؟ مش كده يعني، هي كلها دايره كده. ليه اسود من جوه كده؟ الناس اللي اتكلمت وقالت لك نيكيتيا مش مهاجم ذكي، نيكيتيا مش المهاجم اللي هو بتاع ارسنال. بص اتفرج النهارده نيكيتيا لما نزل عمل ايه في الماتش. من 1-1 في ماتش مقفول ل2-1 جون من فيرست تاتش بتحرك بايه يا ابني الحلاوه دي؟ بطرد من نص الملعب. شوف عدى الكرة من الواد ازاي، دي مش صدفه. نيكيتيا لازم ياخد اكتر. نيكيتيا هو مهاجم ارسنال دلوقتي لحد ما خيسوس نشوف ايه اللي هيحصل. خيسوس نزل تغييره ملهاش اي 3 لازمه. انا كان رايي يا ابني استفيد ما انت معاك مدافع قاعد، نزل المدافع ده. وده انت في الدقيقه كام؟ ده الجون جاي في الدقيقه 98. طب ليه؟ طيب ليه ما تنزل المدافع وامن؟ يعني انت اصلا، يعني احنا اصلا كنا من فتره بنعترض ان ارتيتا بيامن بدري. انت كسبان 2-1 وشايف ان الفرقه التانية هيجانا وخلاص، مش باقي على اي حاجه وعماله تهاجم. باقي على ايه؟ ما تنزل المدافع. في ايه غلط ما في جابرييل؟ انا مش فاهم. اداء ساكا ومارتينيلي بعيد قوي عن ادائهم اللي قفلوا بيه السيزون اللي فات. خلاص يعني مثلا ايه، الناس فهمت ان خطورة ارسنال مش هتيجي من رقم 9 على قد ما هي هتيجي من ساكا ومارتينيلي. خلاص اتحفظت اهو. احنا في 3 ماتش في الدوري وفولهام وراك ازاي هيشللك ساكا ومارتينيلي 1-على 1. ساكا ومارتينيلي مش كل ماتش هيعدي منه وكل ماتش هيعمل عرضية هتلاقي حد بيخش بيها يجيب جون او هيقطم لبره ويحطها ارتوف البعيدة. لا، مش كل ماتش هيحصل كده. فادائهم بعيد قوي. تراوسرد انت خسرته النهارده اول ماتش تلعبه في بدايه الدوري، تالت ماتش تلعبه شوط وتخرجه. طب ليه عملت فيه كده؟ ما كنت تلعبه اصلا تبتدي بيه بدل مارتينيلي، وقعدت تقول شوف احنا هنعمل ايه ومفاجاه ومش مفاجاه. مفاجاه زي الخرا اهو. ضيعت نقطتين في اول الدوري في ماتشات على ارضك. ما هو اللي هيخلص الدوري الانجليزي مش اللي هو هيروح يكسب مانشستر سيتي ولا هيكسب ليفربول ولا هيكسب يونايتد ولا هيكسب تشيلسي. الصايع في الدوري الانجليزي اللي هيلم نقط من الفرق الصغيره. يعني انت لو خسرت من التوب 6 ولميت كل النقط من الفرق الصغيره هتكسب الدوري.
فاداء غير مبرر، حنيكه ملهاش اي ثلاثه لازمه من ارتيتا. طب في ايه؟ طب ما هو بقى حد لازم يطلع يفهمنا جابرييل ما بيلعبش ليه. مدافع، اتنين مدافعين صليبه وجابرييل العالم كله بيحسدك عليهم، مره واحده انت قررت ان جابرييل مش هيلعب. لا لازم هنا نقف في ايه، وكل اسبوع تطلع لا ده هيلعب. طب ليه بتعمل كده؟ ليه زيتشينكو ما بدأش؟ خيسوس انت مقعده منزله في الدقيقه 90 ليه؟ انت مستني من لاعب جاي من اصابه قاعد بره 3 اسابيع ينزل يعمل ايه في ماتش زي ده؟ حاجه تسد النفس الصراحه يعني. وهتلاقي السيتي كسب فرق، ايه ده السيتي بيفرق. ما السيتي بيفرق عشان هو بيكسب الماتشات الصغيره دي، بيكسب فولها. انت اللي مكبره في حق فولها. الاتنين واحد وطرد وتعادلوا ليه؟ ما هو عشان يعني ساكا برضو في الكورنر واقف بيعمل كده للكوره. طب ليه بتعمل كده للكوره؟ ما تضغط يا حبيبي. ما هو عشان الوقت ده محتاج مدافع، وقت محتاج مدافع في الحته دي. يا ريتك كنت خرجت ساكا ونزلت جابرييل. بس انا مش فاهم ارتيتا كان بيدور على ايه في الماتش ده. نقطتين ضاعوا في الولا حاجه، في الولا حاجه، نقطتين ضاعوا في الولا حاجه. ف الحنيكه دي لو استمرت الفتره الجايه كتير، هوب هنفوق هنلاقي السيتي برضو فرق. فما نلعب الطبيعي، العب الطبيعي. جابرييل، صليبه، زيتشينكو، وايت، دي طبيعيه خالص ما فيهاش اي حاجه. بارتي ورايس وهافرتس بقى، فييرا. يعني هافرتس الواحد ابتدى يجد منه الصراحه، مش شايف منه اي حاجه مفيده يعني. حتى مش عارف يكسر الاوفسايد. الباصات بتاعته كلها باصات عاديه سلبيه. قلتها قبل كده، لو انا نزلت مكان هافرتس هباصي نفس الباصات دي عادي خالص. نيكيتيا، ادي نيكيتيا الكريدت بتاعه. الناس قعدت تتكلم وتقول لك نيكيتيا لا مش مهاجم ذكي، ونيكيتيا احنا محتاجين مهاجم قوي ومش عارف ايه يا عم، عايز ايه تاني من الدنيا؟ اهو نازل 1-1 قلب لك الماتش 2-1 وطرد، وكان ممكن يسدد وكان ممكن يهدد. اللي حصل حصل، والاسبوع بالنسبه لارسنال انتهى. خلينا نشوف اللي جاي على ايه، واشوفكم على خير. شكرا.